لو انت شغال في الفاينانشال بلاننج اند اناليسيز فاكيد قابلك تحدي ازاي تحول الارقام لريكومنديشنز تساعد الاداره في انها تاخد افكتيف ديسيشنز. هنا بيجي دور شهاده FPAP Financial Planning and Analysis Professional، ودي شهاده جديده بيقدمها الكوربريت فاينانس انستيتيوت. الشهاده دي مش مجرد كورس، دي شهاده مصممه عشان تطور مهاراتك العمليه في البادجيتنج، فوركاستنج، فاريانس اناليسيز، وكمان الداشبورد ريبورتنج. محتوى الشهاده مبني على شغل ال FP&A الحقيقي والواقعي في الشركات الكبرى. فسواء كنت لسه بادئ او عايز تطور نفسك وتبقى من الديسيشن ميكر في فريق الفاينانس، FPAP هي الخطوه الجايه ليك. واحده من اقوى مميزات شهاده FPAP ان هي بتركز على الجانب العملي والتكنيكال مع بعض، وهنتعلم ازاي نعمل رولينج فوركاست وازاي نبني ميزانيات مرنه تتغير مع السوق. تشتغل على الاكسل، على الباور كويري، على الباور BI. مش بس هتتعلمهم، لا هتستخدمهم فعليا في انك تعمل بيرفورمانس ريبورتس ودايناميك داشبوردز. كمان في جانب تحليلي قوي للفاريانس اناليسيز ومالتيبل سيناريوز، والاهم من كل ده ازاي تكوميونيكيت الفاينانشال انسايتس بطريقه واضحه وافكتيف. مين المفروض ياخد شهاده ال FPAP؟ ببساطه اي حد شغال في الفاينانشال بلاننج، بزنس بارتنرنج، او حتى جونيور اناليست عايز يموف للنكست ستيب. الشهاده دي مش بس هتعلمك تولز مختلفه، لا هتربط ما بين التحليل المالي والتاثير او المساهمه في اتخاذ القرار. لو شايف الوقت جه تطور مهاراتك وتزود فرصك في كارير الفاينانشال بلاننج اند اناليسيس، فال FPAP هي الاستثمار الافضل حاليا.